ما هي هذه القصة التي يرويها الفريق؟ هل يريدون أن يجعلونا نصدق أن هناك انقسامات في باريس سان جيرمان حول الكرة الذهبية لديمبيلي؟ اشرحوا لي. عندما أخذ ماركينيوس قائد الفريق الميكروفون أمام عشرات الآلاف من المشجعين بعد الفوز بدوري الأبطال وغنى، هل كان هذا هو الانقسام؟ عندما احتفلوا بدوري الأبطال في ملعب بارك دي برينس أمام 48 ألف مشجع وغنى الجمهور واللاعبون معا، هل كان هذا هو الانقسام؟ أعلى. وفي نفس تلك الليلة عندما حمل اللاعبون أوسمان أمام الملعب وهم يهتفون أوسمان الكرة الذهبية، هل كان ذلك أيضا انقساما؟ إذا ماذا؟ يريدون أن يجعلونا نصدق أن باريس سان جيرمان سيخرب فرصة ديمبيلي في الفوز بالكرة الذهبية كما فعل برشلونة مع رافينيا. يامال قدم شهرين جيدين والجميع بدأ يصرخ أنه ميسي الجديد، متناسين أن رافينيا ضحى بنفسه من أجل الفريق. في باريس سان جيرمان الجميع يدعم ديمبيلي البائي ضجيج.